عن شيكابالا. حاجة حصلت في المباراة اللي قبل اللي فاتت لنادي الزمالك، مباراة الزمالك وسكر الحومدية. يعني جات لي معلومة وسألت كده، قالوا لي بلاش تقول الكلام ده أحسن عشان الناس هتزعل والجمهور هيزعل وهيطلعوا ينفوا، بعض الناس بتطلع تنفي والكلام ده، لكن هقول احنا متعودين مع بعض في برنامجنا ما بنخبيش حاجة، أي حاجة بنعرفها وممكن نعرفها من مثلا إيه، عامل غرفة ملابس، نعرفها من حد مش عارف ايه شغال امن. المباراه اللي فاتت اللي هي اللي قبل اللي فاتت، مش اللي فاتت، اللي هي الزمالك وسكر الحمديه، اللي هي كانت يوم الخميس اللي فات وفاز بيها نادي الزمالك 3-0، وكان حكم المباراه الكابتن سعيد لطفي، هو احد لاعبي نادي الزمالك السابقين ولعب فتره كبيره جدا في نادي الزمالك في قطاع الناشئين وتصعد للفريق الاول برضه فتره، وبعدين انتقل لنوادي كتير جدا الشرقيه ودمنهور ولعب في انديه كتير جدا، واصبح حكم في الدوري الممتاز به او حكم في القسم الثاني، واعتقد هيترقى الفتره الجايه للقسم الاول. هو اللي كان بيدير المباراه. وفي الشوط الثاني في كره كده حصلت، يعني التحام احد اللاعبين من سكر الحومديه مع شيكابالا، فالمهم سعيد لطفي او كابتن سعيد لطفي مشى الكوره، والكوره طلعت كورنر فمشى اللعب، فشيكابالا اعترض على الحكم بشكل غير لائق ويعني هاجمه. دي المباراه، دي لقطات من المباراه، ويعني المباراه انتهت 3-0 وزي ما احنا شايفين ده هدف من الاهداف اللي جت. وبرضه بنشكر موقع اخبار الزمالك ان هو يعني بيصور لنا الحاجات دي وبنزحها مع بعض نعرف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك. فالمهم يعني عايز اتكلم عن الموقف اللي حصل. المهم الكره خرجت كورنر، شيكابالا راح اعترض على حكم المباراه سعيد لطفي. وزي ما قلت لكم برضو في نقطه هنا، ان سعيد لطفي كان احد لاعبي نادي الزمالك ويعتبر يعني اكبر من شيكابالا يعني بمراحل، ويعتبر يعني من كباتن نادي الزمالك في قطاع الناشئين، وكان اسمه كويس في نادي الزمالك كابتن سعيد لطفي. فالمهم راح اعترض عليه بشكل غير لائق وقال له انت ما عندكش فكره وانت مش عارف ايه. فكابتن سعيد لطفي قال له يا شيكابالا انا هطردك، احترم نفسك معايا وانت بتتكلم. فالتاني قال له لا ما تقدرش تطردني. المهم راح سعيد لطفي طارد شيكابالا، حكم المباراه طرد شيكابالا من الملعب والموقف انتهى. الموقف انتهى. دي لحظه خروج شيكابالا من الملعب بعد طرده من حكم المباراه كابتن سعيد لطفي. ويعني برضو كان حصل بعض الالفاظ كده عرفتها من احد لاعبي سكر الحومديه نفسه اللي كان متواجد قريب من الموقف. بص هنا يعني شيكابالا بيتكلم على حكم المباراه. المهم الموقف خلاص خلص، مش مشكله، حصلت مشاده ما بين لاعب وحكم وخلاص الامور انتهت. اللي حصل بقى تطور للموقف في غرفه الملابس. شيكابالا دخل غرفه الحكام بعد المباراه، وكان الناس متوقعه ان شيكابالا داخل يعتذر للحكم على الموقف اللي حصل، ولكن العكس كان صحيح. وشيكابالا دخل اعتدى على الكابتن سعيد لطفي، مسكه من التيشيرت وزقه جامد جدا. كابتن سعيد لطفي اتفاجئ، راح قايم راح ماسك شيكابالا ضربه بالبنيه، وحصلت خناقه وضرب وكر وفر في الاوضه، والاوضه كانت مقفوله من جوه، وتعدي بالالفاظ ما بين الاثنين لغايه قعدوا حوالي ربع ساعه و10 دقائق بيتخانقوا. وبعدين شيكابالا خرج من الاوضه وحصلت بقى يعني مشاكل كبيره جدا، ولكن ما حدش يعرف خالص القصه دي الا بعض الافراد في نادي الزمالك طبعا من خلال الاوضه اللي هي جنب اوضه الفريق الاول على طول. فده اللي حصل. فطبعا موقف سيء جدا ما ينفعش يحصل داخل نادي الزمالك. وبرضه معلش يعني بقول لشيكابالا اهدى، مش يعني ملهاش لازمه المشاكل، ملهاش لازمه، خلاص حصل موقف في الملعب وانت قلت كلام لحكم المباراه كابتن سعيد لطفي والراجل طردك، موقف حصل في الملعب، ملهاش لازمه بقى التطور اللي حصل بعد المباراه في غرفه الملابس. طبعا هيبقى الخبر ده ما حدش يعرفه خالص، وانا عرفته كده بشكل حتى بالصدفه. فلازم نقول ايه اللي بيحصل داخل النادي الزمالك. الناس هتزعل، انا عارف الناس هتزعل من اللي احنا قلناه، ولكن ده اللي بيحصل. واي حاجه احنا مش يعني متعودين بنقولها هنا او هنا يعني مالناش دعوه، احنا برنامج رياضي بنقول الاحداث اللي بتحصل، بنقول المشاكل اللي بتحصل، وعشان ما تتكررش تاني. واتمنى ان ما يتكررش القصه دي تاني من شيكابالا واللي حصل بعد مباراه سكر الحومديه والزمالك الوديه في غرفه ملابس الحكام. هنطلع فاصل ونرجع نكمل اخبارنا مع كوره كل يوم. وزي ما قلت لكم الكابتن هاني رمزي